كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم بقى نعمل النهاردة التونة بعد ما بقى سعرها مستفز؟ يعني التونة دي كانت الاول بتحل لنا مشكلة وبتحل لنا ازمة. اللي هو مش عاجبه اكل بتفتحي له علبة تونة، اللي عامل ريجيم بياكل تونة، اللي مستعجل على الغدا بيعمل تونة بتاكلها في الفطار في الغدا في العشاء في اي وقت. بصراحة كانت بتحل ازمات كتير. فايه رايكم بقى نعملها بعد ما سعرها بقى خرافي وبقت مكلفه جدا؟ يعني انت بتمن علبه واحده هتجيبي سمكيه زي دي كده وهتعمل لك حوالي من 4 ل5 علب. يلا بينا بقى نقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اول حاجه هنبتدي نجيب سمكه كده طازه وتكون خاشمها كده لونها احمر، وتكون ملمسها كده ما تكونش طريه ولا تكون ايدك بتغرس فيها ولا حاجه، واهم حاجه تكون بتلمع وجسمها كده بيلمع ولون الفضه كده عشان تعرفي ان هي طازه. ويا ريت تجيبها من سماك مضمون، تبقي انت عارفه ان هو بيجيب الحاجه بتاعته ايه يوم بيوم. وهنجيبها كده وننضفها في البيت، يا اما انت لو انت ممكن تخليه هو ينضفها لك مفيش مشكله، يعني ممكن تجيبها متنضفه من عنده. بس برضو انا بحب انضف الحاجه عندي في البيت، بحب انضفها كده زي ما انتم شايفين. ما بتاخدش ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وبتبقي ضامنه النظافه بتاعتها وما بتبقاش زفره ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده انا شلت الراس وشلت الزعانف كلها وشلت احشاء السمكيه. فهبتدي بقى ايه، انضف كده اللي هو السلسله اللي بيبقى فيها ايه، زي عرق كده بيبقى فيه دم. هو ده اللي بيبقى اللي بيبقى شايل الزفاره كلها في اي سمك. اي نوع سمك لازم تجيب اللي هو العرق اللي بيكون فوق السلسله بتاعت السمكيه من جوه، ده هو اللي بيبقى فيه الزفاره كلها. هنبتدي بقى نقطعها بعد ما خلصتها ونضفتها وشطفتها. هبتدي اقطعها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بس يا ريت تكون السكينه حاميه معاكي، لان هي العظمه بتاعتها ايه، ناشفه شويه. طب السمكيه دي كانت كام؟ السمكه دي كانت كيلو بالظبط. يعني انا اخترتها كده وقلت له وزنها لي، طلعت كيلو. يعني الكيلو ب50 جنيه، كانت الاول ب35 وب25. طبعا دلوقتي غلت، بس مهما كانت غاليه هي برضو هتبقى موفره معاكي جدا. لان القطعه من دي، القطعه الواحده من اللي انا ماسكاها دي تعمل معاكي علبه تونه. فهتبقى طبعا موفره كتير جدا. انا كده بعد ما قطعتها هشطفها وهبتدي بقى ايه، انقعها في الميه. هنا ميه عاديه خالص، ميه بارده. هبتدي انقعها فيها لمده ساعتين، بس كل نص ساعه هغير الميه، لانها بتنزل الدم. وكل ما تقعد مده في الميه لونها بيفتح. هنا كده بعد نص ساعه شايفين الميه بقت نزلت برضو فيها دم ازاي، لون الميه اتغير. وكل ساعه كل نص ساعه هغير الميه لحد ما تبقى لونها فاتح معايا بالشكل ده. واخر مره غيرت فيها الميه كنت عصرت فيها ليمونه وخلصتها ورجعت شطفتها. يعني كده زي الفل اهي، بقى لونها فتح خالص، ما بقتش بتنزل دم ولا اي حاجه. هبتدي بقى اجيب ايه، حله على النار فيها ميه، وهنزل فيها ببصل اخضر، بصل وفلفل اخضر وطماطم ورق لوري وحبهان، و5 6 فصوص كده من الحبهان، ومعلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه والفلفل الاسود والكمون. وكمان معايا المكون اللي انا حطيته ده بهارات من بهارات السمك اللي عملتها من قشر الجمبري. وكمان حطيت كرفس كان عندي في الفريزر، حطيت كده معلقتين كرفس كده. لو عندك فريش حطي. هسيب الميه دي تغلي كده لمده غلوتين 3 كده، وبعدين هنزل فيهم السمك بتاعي. هيقعد قد ايه في الميه؟ هيقعد ساعه. هيغلي غلوه، وبعد ما الاقيه الميه قلبت كده وبدات تغلي، ههدي عليه النار وهسيبه ساعه على نار هاديه. بعد ساعه هطلعه كده، يا دوب هسيبه يهدى كده شويه، وهبتدي ايه اقشره زي ما انتم شايفين كده. الطريقه سهله جدا وبجد طلعت ممتازه 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 وموفره بالدرجه الاولى. بجد ولادي لما اكلوها يعني ما كانوش مصدقين ان دي تونه مش معلبه، مش من اللي احنا بنشتريها. هبتدي بقى افصصها كده واشيل منها ال الشوكه اللي فيها دي، وهبتدي بقى ايه افصصها واحده واحده كده. وهشيل منها ايه الحتت اللي هي بتبقى غامقه دي.
دي مش وحشه ولا حاجه، ده احنا هنعمل بها طبق دلوقتي حلو، يعني هي ولا طعمها وحش ولا زفر ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، سهله وبسيطه، والطريقه مفيش بعد كده بصراحه. هبتدي زي ما انتوا شايفين كده، هشيل منها اللي هي الحتت الغامقه دي، وعايزه تسيبيها بيها مفيش مشكله، بس انا عشان ايه، نعمل منها زي اللي بنشتريها بالظبط. هنعمل تونه فاتحه وتونه غامقه، مش بقولك داكنه اللون او فاتح اللون كده، هو ده الفرق الوحيد. يعني يا ريت بعد في غلو الاسعار اللي احنا فيه ده نجرب بقى ان احنا نعمل كل حاجه في البيت، وكل حاجه بجد هتعملي انضف واحسن بكتير، ومن غير مواد حافظه، وهتوفري بكتير بكتير بكتير، بالذات الطريقه في التونه والحاجات دي. زي ما انتوا شايفين كده، انا بعد ما خلصت الكميه هبتدي بقى اخد ايه، اخد حوالي كوبايه ونص كده. اهي انا خلصت الكميه كلها. هبتدي بقى ايه، اخد معايا التونه زي ما انتوا شايفين، فصصتها كده بالشكل ده كده. ودي اللي كانت ايه، اللي هي يعتبر مفتته، اللي احنا بنجيبها كده تونه مفتته بتكون بالشكل ده كده. والشوربه بتاعتها بجد ريحتها حلوه قوي. انا هنا خدت كوبايه ونص من اللي هي الشوربه اللي كنا حاطينها دي. وطبعا ما تنسوش تملحوها. حطيت 3 معالق كده من الخل، وتقدري تزودي الخل، وعصرت ليمونتين. وطبعا لازما ايه تدوقي الملح بتاعك وتظبطي الملح بتاعك، لان انا ما كنتش حطيت في الشوربه ملح عشان تستوى معايا ايه، تستوى كويس، لان انا مش محتاجه الملح كتير. انا حطيت هنا في الشوربه دي، خدت كوبايه ونص، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من الخل، وحطيت ليمونتين، عصير ليمونتين، ومعلقه صغيره من الملح. هبتدي كده احط معلقتين 3 من الزيت كده الاول في كل برطمان. طبعا هجيب برطمانات معقمه ونضيفه، هحط فيها التونه بتاعتي، وهبتدي ايه اعبيها بالشكل ده كده، اعبي الميه عليها. طبعا انا حطيت الزيت الاول عشان ايه، لو حطيته في الاخر ممكن ايه احط الشوربه دي او المحلول ده يطلع زياده، لا، فحطي الزيت الاول وكملي بقى ايه من المحلول ده. ودي علبه، يعني دي كانت علبه ايس كريم كده. شايفين هي دي مقدار علبه التونه، يعني شايفين عملت ازاي، هي عملت معايا العلبه دي، وعملت كمان معايا العلبه اللي هي المفتته، وعملت معايا برطمانين. البرطمان ده لوحده 350 جرام، يعني بمقدار علبتين من التونه. يعني المقدار ده يعتبر لو هنحسبها بحساب العلب التونه يعمل معايا 5 علب تونه، لان كل برطمان من دول هيعمل علبتين، وادي علبه يبقى دي كمان يبقى كده 5، والعلبه المفتته يبقى كده 6. يعني حاجه موفره بالدرجه الاولى يا جماعه، يا ريت تجربوها. شايفين هنا الغطا بيعمل معايا ازاي، الغطا هنا طالع نازل، فهنشوف بقى هنعقمهم ازاي ونكمل سواها ازاي. شايفين انا بوريكم ان ده برطمان من المربى بتاعه التين، انا كنت عاملاه من ايام التين، وبعمله بطريقه ان هو يدنه عندك بره التلاجة طول السنه من غير ما يعفن ولا يحصل له اي حاجه، وبتسمعي التكه وانت بتفتحي البرطمان. شايفين المربى عامله ازاي، ولا فيها اي حاجه خالص، واكني لسه شارياها من المحل. فهنشوف بقى هنعملها ازاي. دي المربى التين اللي كنا عملناها مع بعض، لو الفيديو موجود على القناه لو عايزين تشوفوه. هنا بقى جبت حله فيها ميه بتغلي، وحطيت فيها البرطمانات دي، وههدي النار وهسيبهم لمده نص ساعه. اهم حاجه تكون الميه واصله لتلتين البرطمان او 3/4، وتسيبيه كده يغلي لمده نص ساعه. وكده انت بتعملي عمليه تعقيم، وكمان بتكملي سوى للتونه. هنا بقى هجيب اللي هي الطبق اللي فيه التونه المفتته اللي انا خدتها الحتت الغامقه. حطيت بقى كمون وطحينه وهحط كزبره ومعلقه طحينه كده، واظبط كده الدنيا، وهعصر ليمون اكني معاكي طبق او فتحتي علبه تونه من اللي هي المفتته. بس هي لقيتها ناشفه شويه لان هي ما كملتش سوا، فهحط لها كده معلقتين من الزيت، وهحط لها كمان يعني معلقتين 3 كده من الشوربه اللي احنا كنا مسويين فيها التونه، علشان تطريها معايا شويه. وكده معانا احلى طبق تونه
طعمه جميل جدا وريحته مش وحشه ولا اي حاجه، ولا فيه ولا ريحته زفره ولا اي حاجه. وهتجربوها وبجد هتتبسطوا منها جدا لانها حلوه. طيب ايه بديل التونه؟ السمك الماكريل. يعني لو ما لقيتيش سمكه التونه دي تجيبي سمك الماكريل اللي هو بيجي مستورد، هو ده البديل بتاع ايه، اقرب حاجه للتونه، ما ينفعش اي سمكه تانية. هنا شايفين البرطمان بعد ما برد انا بفتحه بالعافيه، يعني كده بعد ما قعد معايا يومين برد، وقعد معايا يومين. شايفين بجد والله العظيم هتجربوها هتلاقيه اكنك بتاكلي تونه جايباها من عند المحل بالظبط. ويا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس. وهنعملها بقى، يعني يا ريت تجربوها بجد وتقولوا لي رايكم. وهتشوفوا دلوقتي اللون بتاعها جميل جدا، لونها فاتح. طعمها كمان كل ما بتقعد في المحلول وتشرب منه الطعم بتاعها بيبقى حلو جدا، وبيبقى مزز كده زي اللي انت بتشتريها بالظبط. وتقدري بقى تشيليها في التلاجة كده لمدة 6 شهور، او انت ممكن تحطيها في علبة، حتى لو علبة بلاستيك تحطي عليها شوية من الزيت، بس تحفظيها في زيت وشوية من المحلول اللي احنا عملناه ده، وتشيليها في الفريزر. او تعملي فكرة البرطمانات المعقمة دي، هتبقى معاكي زي الفل، تقعد معاكي لحد 6 شهور. وشيلها في التلاجة، لان برضو احنا زيادة ضمان، لان احنا مش حاطين فيها مواد حافظة، فزيادة ضمان شيلها في التلاجة. وتبقى معاكي بالشكل ده كده، لونها وردي وجميل ولونها فاتح. شايفين ما شاء الله لونها عامل ازاي، حاجة كده ممتازة ممتازة ممتازة. ويا رب تعملوا كل حاجة حلوة وانتوا في احسن صحة واحسن حال. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.